وقلت فيه على موضوع الأذان اللي اتمنع تحت بيتي. قلت إن أنا رافضة القرار ده. يعني إيه أذان يتمنع تحت بيتي وما اسمعهوش؟ الأستاذة دينا المذيعة ما شاء الله تبارك الله، يعني هي أنكرت إنها ما سمعتش صوت الأذان، ما عجبهاش يعني إنها مش سامعة الأذان. ودي حاجة بصراحة عظيمة، يعني ربنا يتقبل كده إن شاء الله وتكون في ميزان حسناتك. بس راحت لابسة في حيطة بعد كده. عشان كده أنا دايما أقول للناس خلي بالكوا، وبمسح كومنتات كتير وبدخل لناس كتير في المسجز أقعد أقول لهم ما ينفعش كده يا جماعة وما يصحش، وده على الأقل يعني مش في ميزان حسناتك اللي أنت بتعمله ده. بص يا ابني، الصايع مش اللي بيعمل، الصايع اللي بيعمل وما يتقفش. وانت هتقول لي يعني انت اللي بتنصح، ده انت صبح وليل. انا عارف انا بقول ايه، وبعدين انا لما بقول حاجة بتبقى موجودة في الكتاب وانا عارف مكانها فين، انا حافظ رقم الاصحاح، عارف انا بقول ايه. تمام. مش هتعرف تجيبها لي ازدراء اديان، انا بقول لك على حاجة موجودة في كتابك. انما انت الكلام اللي هو كفتس. وكان زمان برضو في كلمة كده اللي هي بتاعت 4 ريشة دي، ما كنتش بحبها أبدا ولا عمري قلتها. فاهم؟ والنسكافيه واللطافة دي، ده ضعف منك. انت لو حجتك قوية مش هتقول الكلام لهبل ده، صدقني. والمسيحي برضو القوي لو هو مسيحي كده مالي مركزه، مش هيقعد يقول صلعم ومش عارف ايه وقلة فاهم؟ الكلام ده مش بتاع ناس كبار. وعلى فكرة لو تلاحظ هتلاقي معاذ نفسه تمام بقاله فترة في البث بتاعه بيقول للناس يا جماعة بطلوا تقلدوني، هو وكل الفريق اللي معاه، يا جماعة بطلوا تقلدوا. يعني انت بتقلد؟ هو انت مفكر نفسك لما تحفظ لك شبهتين تلاتة وتروح حافظ عامل لي سيب على الموبايل لكام صورة كده عليهم كام أصفار على صورتين مايعين، انت كده بقيت المكافح والمنافر والمدافع عن دينك والأسد يا ابني، في يومين ما يعلم بيهم إلا ربنا. يوم ما المسلمين حفظوا نشيد الإنشاد، ويوم ما البابا قال لك المسلمين يردوا على زكريا بطرس ده. بجد والله، هو احنا كل ده لسه ما ردناش؟ هنفضل نرد لحد 2080 يعني عشان البابا قال لك ردوا عليه؟ ما خلصنا بقى. زكريا بطرس ده أصلا مستوى يعني أقل من إن المسلمين، لأن المسلمين دول مش قليلين يعني، مش أي حاجة كده يخشوا فيها. ده مستوى اقل من ان المسلمين يتدخلوا فيه. زكريا بطرس ده ما ينفعش ترد عليه بالكلام. زكريا بطرس ده عايز ترد عليه تروح تشق وشه بالطول، وهو اصلا مشلوح، والمسيحيين نفسهم عندهم مشاكل معاه، زي برضو الام ماجي لا مؤاخذه خرام. فصدقني نشيد الانشاد ده هم المسيحيين عارفينه تمام وما عندهمش مشاكل معاه، يعني مش بيضايقهم يعني. فبطل الله يرضى عليك نشيد الانشاد ده، مش بيضايقهم حتى. كويس. انما يرعبهم لو انت حافظ كتابهم بلغة كتابهم العبري عشان ما يجيبها لكش في الترجمة. ده يعني انت اني اولى بيك تبقى حافظ قصة اللي هي بتاعت برضو يعني اللي هي اخت اللي انا مش عارف هنعمل لها ايه في ليلة دخلتها ننفخ بلالين دي. يعني بالله عليك انت لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شافك وانت بتقول الكلام ده هيقبل الكلام ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا مش عارف ايه ينفخ لها بلالين ومش ونشيد وما اجمل طب بذمتك انت يعني ما اجمل عليك ودوائر الحلي والمش عارف ايه، ولا تبقى هيكو ماميتكيم وكل محمدين زيدودي وازدراعي بين جروسلم. سيبك بقى من كل ده، خلينا في المهم. الاذان دي مش اول مرة يحصل مشكلة بسبب الاذان. قبل كده برضو طلعت النجمة شيرين رضا عملت لنا بوليكا بسبب موضوع الأذان. والموضوع بتاع الأستاذة دينا المذيعة ده أنا أول لما سمعته بصراحة أنا شكيت إن اللي يعمل كده حد مسيحي. يعني اللي يفك ميكروفون جامع أو المكبر الصوت أو السماعات ده وياخدهم وكده. يعني أنا ما بقولش إن يعني إن أنت كمسيحي ما تعرفش تعملها وكده، لأ يعني، بس أنتوا أعقل من كده. هو المسلم برضه عمره ما هيروح مثلا يحل جرس الكنيسة وياخده ويمشي، يعني مهما اختلفنا ما بتوصلش للدرجات دي. فبص، بالنسبة لموضوع الأذان ده، أنا كإسلام طبعا أنا مع الأذان بصوت عالي بقى بصوت واطي، فاهم؟ المهم إنه يكون فيه أذان. ومن فترة كده
في المسجد اللي تبع الحتة اللي أنا ساكن فيها كانوا ناقشوا برضو موضوع إن هم يخلوا الأذان موحد، وأنا وقفت لهم في الموضوع، اعترضت يعني علشان وظيفة المؤذن ما تندثرش. تمام. أنا كنت من أكبر المعارضين للأذان الموحد ده، رغم إن هو بصراحة الأذان الموحد ده فيه ميزة، إن هو اللي يبقى الأذان كله بيأذن في وقت واحد، يعني في البلد الواحدة في المحافظة الواحدة يبقى كله بيأذن في نفس الوقت، لأن نظرا يعني الحمد لله إن لكثرة المساجد والزوايا وكده، فهم قريبين من بعض، فالشيوخ وهم بيأذنوا يعني بيلغوشوا على بعض. فبص، كناس عايزة تحل، أنا أقول لك على قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، من خلالها يعني أعتقد نوصل لحل في موضوع الأذان. في مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، ومن ورا منه الصحابة الكرام، كويس. فهو في الصلاة لاحظ إن سيدنا عمر بن الخطاب صوته عالي شوية، يعني أعلى من بقية المصلين، وهو سيدنا عمر كان يعني بيتعمد يعمل كده علشان يوقظ الغفلان، يعني لو حد كده سرح ولا حاجة ايه يظبطه، كويس. فسيدنا رسول الله بعد ما خلص صلاة سلم واستدار كده وبص له، كويس. انا اقول لك على اللي كان بيحصل اكنك قاعد معاهم، ركز معايا. سيدنا رسول الله خلص صلاة واستدار لهم ولف، وراح باصص على مين؟ على سيدنا عمر بن الخطاب، وبقى يبص على سيدنا عمر كده وبعدين يبص على سيدنا أبو بكر. مين قاعد بقى وشايف اللي بيحصل ده؟ سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب. ما هم دول، أصل هم دول كانوا بيصحوا من النوم كده يشوفوا سيدنا رسول الله فين، يروحوا يحطوا عينهم عليه كده وما يشيلوش عينهم من عليه لغاية ما ينام خلاص، فاهم؟ دول ملازمين دول. فطبعا هو على طول عينهم على رسول الله، فسيدنا عثمان واخد باله من رسول الله بيعمل ايه، فلقاه بيبص لسيدنا عمر كده وبعدين يبص لسيدنا أبو بكر، ففهم، كويس. وسيدنا علي قاعد يبص لهم كده ايه وبرضه وبيبتسم. فسيدنا عثمان عشان يعني ايه يعني، ربنا قال الله أكبر، هو مصلي الفجر وهرجع أكمل لكم القصة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه جه سائل رسول الله سؤال، قال له: يا رسول الله، هل الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فرسول الله راح جاي مبتسم، وراح جاي باصص لسيدنا عمر، قال له: انت هتخفض صوتك شويه. وبص لسيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر سايلنت، تمام، خشوع طبعا، الاتنين طبعا خشوع، الاتنين يعني مش واقفين، يعني واقفين بيصلوا تحسهم يعني بيصلوا تحت عرش الرحمن، الاتنين خاشعين طبعا، بس واحد صوته عالي والتاني مفيش صوت خالص. فراح قال لسيدنا عمر، قال له: انت هتخفض صوتك شويه، وسيدنا ابو بكر قال له: انت هتعلي صوتك شويه. فجعلناكم امه وسطا. سيدي الفاضل المؤذن، انت على راسي، انت لو عايز تيجي تأذن عندنا في الأوضة وتقعد تعلي صوتك تمام وتصلي على النبي، تعالى من هنا كده، فاهم؟ أول باب هيقابلك بعد الحمام، فاهم؟ خش أوضتي اقعد بقى، فاهم؟ اعمل اللي انت عايزه، على راسي، هشيلك على راسي، اقعد اعمل لك شاي وقهوة طول اليوم، حلو. بس الله يرضى عليك، الأذان أولا ده شعيرة من شعائر الله، تمام، وليها احترامها. لما حضرتك في يوم من الأيام كده تكون هتصلي في المنزل مش في الجامع، يعني مش رايح تأذن في المسجد، أو بلاش، مش لازم يكون يوم هتصلي في البيت، افتح يوتيوب واكتب أذان قناة المحور، اللي الأستاذة دينا دي مع الأسف قناة المحور مشيتها. بس قناة المحور من زمان، من 10 سنين مثلا، وأنا بقول نفس الكلام، قناة المحور الأذان بتاعها يحببك تقوم تصلي، صوت جميل، صوت كده يخليك انت لو حتى نايم هيجيلك كده الفوقة وتتنشط وتبقى عايز تقوم الله أكبر الله أكبر،
كويس. انما انت برضو في نفس الوقت يعني ليه الله في ايه؟ في ايه؟ ده مش اذان حرب، ده اذان الظهر عادي. انت حضرتك احنا مش بنأذن وبنشوف الفريق اللي قدامنا هيرد بالاذان ولا هجوم بقى. هو حضرتك يعني وجعلناكم أمة وسطا. وبعدين حضرتك مؤذنين كتير. هو طبعا الأوقاف كان الله في عونها، مش هتقدر توفر ناس لكل العدد ده من المساجد والزوايا والمصلى واللي جوه النوادي واللي بره النوادي واللي جوه النقابات واللي جوه الشركات فانت طبيعي مش هتقدر لو وفرت العدد ده كله مش هتوفر ناس صوتها حلو. بس يعني على الأقل انت حضرتك بالراحة زي اللي بيقرأ قرآن كده. ما ينفعش حضرتك تقرأ قرآن بصدى صوت. ايه اللي المقرئ اللي قاعد في الجنازة ولا الضالين نين نين انت احنا هنهزر؟ احنا قاعدين بنقرأ قرآن في المغارة. كذلك الأذان له احترامه. فانت حضرتك لما تقعد تنبح في صوتك قوي وخلاص انت صوتك راح فانت هتكح في الميكروفون مش ما ينفعش. لا قدها يا ما تتصدر لهاش. لو انت مش قدها ما تتصدر لهاش. لو انت نفسك مش جايبك ما تشدش حيلك. هتبوظ منك وهيبقى شكلنا زفت. ما تخليش شكلنا وحش، ما تخليش حد يضحك علينا يا اخي. الله اكبر الله اكبر. مالك في ايه؟ مش الله في ايه يا عم؟ هو انت ده ترهيب مثلا؟ يعني ده من باب الترهيب مش التحبيب؟ انا مش فاهم. بالراحة.